كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تحتل مكانة خاصة في قلبه، فقد كان النبي يحبها حبا خاجمنخا، ويحترمها ويقدرها أيما تقدير. قدمت السيدة خديجة للنبي كل دعم معنوي ومادي في بداية الدعوة، وكان النبي يرد لها هذا الفضل بحسن المعاملة والمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل السيدة خديجة بالمحبة والاحترام الدائمين، فلم يسمع عنه أنه رفع صوته عليها أو أساء إليها في كلام أو فعل، بل كان يكون إليها رحيما ولطيفا في كل مواقف الحياة، وكان يذكرها بالخير دائما بعد وفاتها، ويحسن إلى صديقاتها ويكرمهن إكراما لها. في حادثة نزول الوحي، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته في حالة من الرعب والفزع، وقال: زملوني زملوني. فكانت السيدة خديجة أول من هرع إليه وطمأنت. قالت له: كلا ووالله ما يخزيك الله أبدا. هذه الكلمات الملهمة أثرت في النبي تأثيرا كبيرا، وزادت من تعليقه ومحبته لها. كان النبي يظهر احتراما كبيرا لرأي السيدة خديجة، ويأخذ بمشورتها في كثير من الأمور، فقد كانت ذات رأي صائب وحكمة في التصرف. في حياتهما الزوجية، كان النبي يحرص على توفير الراحة والسعادة لها، ولم يذكر أنه تزوج غيرها في حياتها احتراما لها وتقديرا لمكانتها. عندما توفيت السيدة خديجة، حزن النبي عليها حزنا شديدا، وسمي ذلك العام عام الحزن. وظل النبي يذكرها حتى بعد وفاتها بسنين طويلة. وعندما كانت تأتي هدية إلى النبي، كان يختص صديقاتها ببعضها، مما يظهر مدى وفائه لها وحبه الشديد لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضائل السيدة خديجة بكل فخر واعتزاز. ففي أحد الأحاديث قال: إني قد رزقت حبها. وفي موقف آخر، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث إلى النبي عن خديجة، فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس.